فهي الوحدة 11 الدايركت والام دايركت. بسم الله. طيب ايه صعوبتها او ايه اللي عامل لي فيها ازمه؟ اللي عامل لي فيها ازمه انها متفرعه وداخله في كل القواعد. فانت لازم تكون عارف الضمائر بانواعها، فاعل ومفعول وملكيه. لازم تكون عارف الازمنه كلها، مضارع بماضي بمستقبل باشكاله كلها. لازم تكون عارف المستقبل، لازم تكون عارف الافعال الناقصه وال وود وشال وشد والرجاله دول كلهم. تقريبا لازم تكون عارف كل القواعد، لان هي عباره عن ميكس كل حاجه في بعض. حلو قوي. تعالى بقى احنا ايه؟ اما نحاول نعمل حاجه دمها خفيف خالص. احنا نلخصها في 5 نقط. الله المستعان وربنا يعين. اول حاجه تعالى بس الاول لما نقول ال5 نقاط دول عشان تفهمني ايه هو المباشر والمباشر. المباشر والمباشر هو ايه؟ العبد لله قال لهذا الرجل انا بحب الالهاز. هذا الرجل بلاش فوق فولي. فراح قال لهذا الرجل مستر قال لي ان هو بيحب الالهاز. هذا الرجل كما لهذا الرجل باش بيقول فوله، وهذا الرجل قال لهذا الرجل، اذا هذا الرجل ممكن لهذا الرجل، فاهمني؟ فهذا الرجل يروح لهذا الرجل يقول له المستر قال ان فلان قال ان فلان قال مستر بيحب الالهاز. هذا الرجل قابلني في الشارع مستر عرفت انك بتحب الالهاز. هل انا قلت له حاجه؟ كلامي لما خرج مني ليك مباشر، منك ليه؟ غير مباشر، لان مش انا اللي قلت لك. اذا المباشر هو المباشر بمنتهى البساطه هو النميمه وقله الادب. ان الناس بتنقل كلام بعض البعض. طيب في ارض الواقع اعرفه منين؟ لما بييجوا ينقلوا كلام ويسيبوه زي ما هو بالنص يروح قايل لك كده المستر قال انا بحب الالهاز ويعمل بايده كده. مين انا ده؟ المستر. طب عايز يخليه غير مباشر ما بيعملش كده ويقول المستر قال هو بيحب الالهاز. شفت انا اتحولت ايه؟ لهو. ادي اول نقطه.